هنا بيتكون لوبي بقى. المديرين دول لما بيقدموش تقارير دي في الشركات ما بيحبوش التقارير، ما بيحبوش الورقه والقلم، وهي دي مشكلتها. المدرسه الواحد لما اخر يوم خلص فيه جامعه ولا مدرسه رمى الورقه والقلم وولع فيهم، فمهما تقول له يقول لك لا لا انزل اشتغل يا باشا واديك مبيعات واحقق لك على الارض. هو مش عايز ورقه وقلم. ليه؟ لان غياب الورقه والقلم دي اصلا غياب المعيار. فممكن تلاقي واحد اتطحن شغل. عشان كده لما بتغيب الورقه والقلم بتكتشف ان الناس الجديده بس هي اللي بتشيل الشغل، والقدام معلمين كلهم معلمين. الحاج محمد اتشفط زي ما قلنا واتحبس جوه دايره ان هو بيشوف اللي الناس عايزه تشوف. هنا ثقافه الشركه اختفت، هويتها اختفت، الايكون بتاعت الشركه اختفت. بقى كل موظف في الشركه بيفقد ثقافه. يعني انت لو شركه عندك معيار اليونيفورم مهم، اقول لك على فكره انا اليونيفورم ده مش قيمتي، انا بقالي سنتين 3 4 شغال معاك مش هلبس يونيفورم. لو انت عندك ويلكمينج وبتهتم بالتفاصيل، لا على فكره انا اصلا الزبائن بتيجي عشان خاطر انا. ما يعني حوار ان انت بقى تقول لي اهتم بالتفاصيل ده كلام مش صحيح.